وكمان نشوف نسبة الصواب في كتاب الله 100%. نسبة الخطأ بقى والصواب والخطأ في كتاب البخاري خليها يا راجل 99.9. الواحد من 10 دول من حقنا نقول إنه مش تمام. كمان المنهجية اللي بنى عليها البخاري كتابه. وأنا ليه اخترت البخاري في البداية؟ البخاري هو كبيرهم الذي علمهم السحر، وهو الإله الذي يعبدونه من دون الله، وهو صاحب القرآن الجديد الذي أنزل عليهم. تركوا القرآن بالكلية وتجدهم لا يقولون لك إلا قال البخاري قال البخاري قال البخاري. وسنرى أن البخاري هو المصدر الأول للإلحاد في كوكب الأرض، وهو المصدر الأول للتطرف والإرهاب في كوكب الأرض في آن واحد، بينشر التطرف وبينشر الإلحاد. البخاري هو محمد بن عبد الله بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل البخاري ابن بردزبة. ساكن فين حضرته؟ من أوزبكستان، بلد اسمها بخارى في أوزبكستان، إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق. نشوف المسافة على الخريطة، لو نعتبر دي خريطة العالم، نشوف روسيا فين ونشوف أوزبكستان فين، ونمشي مع الإمام البخاري العظيم ده اللي هو في مقدمة كتابه بينسف الكتاب. البخاري بيقول إنه جمع الكتاب ده كله في 16 سنة، وكان يحفظ 650 ألف حديث. خد بالك، 650 ألف حديث في 16 سنة. هنخلي معدل حفظ الحديث دقيقة واحدة، ونقسم 650 ألف على 16 سنة، ونعرف البخاري كان بيحفظ سرعة كام حصان في الثانية أو كام حديث في الثانية. هنلاقي البخاري بمعدل كل ثانيتين بيحفظ حديث. نصدقه، مضطرين نكمل مع البخاري. البخاري لا ينطق اللغة العربية ولا يعرف اللغة العربية. طب من أين تعلم اللغة العربية؟ ما قالناش هو تعلمها منين. هو روى لنا قصة جميلة وظريفة تبين لنا مين هو البخاري. قال إنه راح مجلس علم، والقصة رواها العالم العلامة البحر الفهامة الدكتور أسامة الأزهري مع الأخ خير رمضان في قناة النهار، وهي قصة حدوتة حلوة تنفع الولاد الصغيرين في إحدى الغابات في أفريقيا. بيقول إن البخاري راح دورة تدريبية لحفظ الحديث لمدة 16 يوم، فالشيخ بتاعه ألقى عليه 15 ألف حديث في كام؟ في 16 يوم. فالتلامذة اللي مع البخاري قاعدين كل واحد ماسك عمال يكتب. خد بقى الأولانية، سنة 220 هجريا كان الكلام ده. فوقتها كنت عشان تعثر على ورقة تكتب فيها مفيش مصنع ورق، كانوا بيجيبوا ايه؟ جلود الدواب. فاصحابه قاعدين يكتبوا، بيكتبوا على ايه؟ ما قالش. وبيكتبوا كام حديث في 16 يوم؟ كتبوا 15 ألف حديث بمعدل يزيد عن 3-4 أحاديث في الثانية الواحدة. شوف ال 16 يوم، اليوم فيه 24 ساعة، 24 16 يدينا كام؟ وبعدين كام؟ أنا بليت في الحساب. شوف بقى 24 في 10 ب 240 ساعة، حوالي ما يكملوش 500 ساعة. في ال 500 ساعة دول، في ال 500 ساعة هم كتبوا 15 ألف حديث، والبخاري قاعد بيسمع بس. فبعد ما انتهت الدورة في اليوم رقم 16، شيخ البخاري بيسأل الناس عن الأحاديث، فكل واحد فيهم ماسك الورقة بيعمل إيه؟ بيقرأ لغاية ما قرأوا كام حديث؟ قرأوا 15 ألف حديث. جه الدور على البخاري، فأصحابه يقولوا أنت ما كتبتش؟ قال لهم لا، أنا سجلت في الهارد هنا. وقام مسمع كام بقى؟ مسمع 15 ألف حديث. كل ده في كام يوم؟ في 16 يوم، في 500 ساعة. فإما كانت الساعة وقتها 3 أيام، ما استحالة تكون الساعة وقتها 60 دقيقة. كل ده في 500. وبعدين إيه بقى؟ مفيش طيران، خد بالك، ولا في ميكروباصات، مفيش غير إنك هتركب حمار أو حصان أو جمل، دي وسائل النقل، أو مركب. فالبخاري
قعد وسمع الكام حديث؟ سمع ال15,000 حديث، واصحابه سمعوا قراءة ولقوا ورق وكتبوا. طبعا المشاهدين الكرام قاعدين الله بسم الله ما شاء الله. طب حصل ده ازاي؟ اصل الامام البخاري جات له في الرؤيا المنامية ان النبي قال له يا بخاري ان ربنا اصطفاك لنقل كلامي. فالبخاري قال للناس كده، والناس اللي حواليه بسم الله ما شاء الله. وبعدين يجي واحد تاني صاحبه فاتح نفس الشباك بالليل وهو نايم، فيشوف نفس الرؤية وفي الحرم، يقابل النبي والنبي يقول له يعني اسمع كلام البخاري فوالله ما ينطق إلا بالحق. مطلوب مني أنا كمواطن في القرن ال21 بعد الناس الهنود اللي كنا يعني بنيجي نستخف بواحد يقول لك يا عم وانا هندي، الهنود طلعوا المريخ، مطلوب مني اصدق ان البخاري عمل كل المسرحيه دي في كام؟ في 16 يوم. البخاري بقى بيقول في مطلع كتابه انه ما حفظ حديثا الا وتوضأ لله وصلى. يبقى 650,000 قصادهم 650,000 ركعه في 650,000 دقيقة، وكل ركعة بوضوء ولا هو كان ورا بعضه؟ يبقى 650,000 وضوء في دقيقة كمان، يبقى معانا 1,300,000 دقيقة. ثم يأتي البخاري ويقول أنه ما كتب حديثا في الصحيح إلا وجاءه النبي في المنام. النبي قاعد متفرغ صلى الله عليه وسلم للبخاري، متخصص انه اول ما البخاري يعمل كده يجي له يقول له ايه؟ اكتب الحديث ده صحيح.